دخلت على جوجل دلوقتي وجربت تعمل سيرش عن مفاهيم الفيزياء، هتلاقي حوالي 30 ورقه PDF عباره عن المنهج واغلب القوانين اللي عندك في الفيزياء. اللي انت بتفتكره بقى ان انت بتستلم ال 30 ورقه دول وبيدوك ورقه الامتحان وبتعيش انت، وكمان انت بتكون متضايق. يعني انا برضو لما كنت في ثانويه عامه كنت فاكر زيك برضو كده، لكن للاسف الواقع طلع مش كده خالص. في الحقيقه انت لما بتدخل اللجنه بيدوك 4 حاجات: ورقه البابل شيت ودي بتحل فيها الاختياري، وورقه للمقالي. انا مش هقول ورقه الاسئله لانها دي بتبقى زي المذكره كده بيبقى موجود فيها الاسئله كده، بيسموها كتيب المفاهيم. طبعا انت بتسمع كلمه كتيب دي فبتتخيل حاجه صغيره كده اللي هو ال 30 ورقه اللي انت شفتهم على جوجل بتستلمهم مع الحاجات دي. في الواقع انت بتستلم يعني كتاب قد كده بالظبط، مش ببالغ لما بقول بالحجم ده، هو حرفيا بالحجم ده. ببقى عباره عن مفاهيم الفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا والانجليزي والالماني وكل الحاجات دي، الفيزيكس والكيميكال والبايو لو انت كنت لغات، كمان صيني وياباني والماني 2 وانجليزي 2 وحاجات كتيره كده. برضو احقاقا للحق بيبقى في فهرس جوه الكتاب ده، بس مع ذلك دي حاجه بتضيع وقت ان انت معاك كتاب كبير وعايز ماده معينه او جزء معين في ماده معينه، كمان انت مش عايز الماده كلها، انت محتاج كل دقيقه في الامتحان. انت دلوقتي وانت سامعني وانا بقول لك كده زمانك بتقول ده مفيش اسوأ من كده. بقول لك لا، في اسوأ عادي. مفاهيم زي مفاهيم الكيمياء دي كانت مليانه غلطات، فهم عشان يحلوا المشكله دي عملوا ايه؟ وكانت مليانه غلطات، انت مستغرب ليه؟ القوانين مكتوبه غلط عادي يعني بتحصل. عشان يحلوا المشكله دي ادونا ورقتين زي دول كده بالظبط بس متدبسين، وموجود فيهم مثلا القانون في الصفحه الفلانيه في كتاب المفاهيم غلط والتصحيح بتاعه كذا، والقانون التاني في الصفحه كذا تصحيحه كذا وصفحه كذا. يعني انت مطلوب منك ان انت تدور على القانون في ورقه في كتاب المفاهيم، بعد كده تروح تتاكد ان القانون ده مش مكتوب غلط في الورقتين دول. ده كان في الكيمياء. بالنسبه بقى لمفاهيم الالماني تقريبا بعد ما عملوها اكتشفوا ان هم مثلا نسيوا يكتبوا نص المنهج، عملوا بقى 3 ورقات كمان كده المفروض ان هم كتبوا لك فيها نص المنهج اللي نسيوا يكتبوا ده. 3 ورقات، انت مستغرب ليه؟ كانت من اكبر المشاكل اللي واجهتني في مفاهيم الانجليزي والالماني ان هم بالانجليزي والالماني يا جماعه. على فكره مفاهيم الانجليزي دي انا ما فتحتهاش خالص، ما استفدتش منها نهائي، وحرفيا يعني ما كانش ليها علاقه، يعني انت لو فتحتها هتفهم انا قصدي ايه، عكس مفاهيم الالماني واللي هي كانت مفيده فعلا. على فكره انا اوصل لك الصوره كامله. لو انت مثلا دلوقتي في امتحان الفيزياء ونسيت قانون مثلا، اول خطوه هتمر بيها ان انت تاخد الكتيب ده، بعد كده تفتح الفهرس، وبعدها تدور على مكان الفيزياء مش الفيزيكس. بعد ما تفتح الجزء بتاع الفيزياء في الكتيب تفتكر القانون ده كان من درس ايه وتحاول تلاقيه في ال 30 ورقه دول. لو انت واحد من المحظوظين اللي وصلوا معانا للنقطه دي، ما احب اقول لك ما تفرحش لان ممكن ما تلاقيش القانون. بقى لو انت واحد من المحظوظين بجد اللي لقوا القانون، احب اقول لك برضه ما تفرحش لان انت لسه ما حلتش المساله، انت ده كله بتدور على القانون. بقى لو فتحت كتاب المفاهيم ولقيت القانون اللي انت عايزه وقدرت تحل المساله، فاحب اقول لك برضه ما تفرحش. شوف ضاع من ال3 ساعات اللي معاك قد ايه فبس ان انت بتدور على القانون. انا ليه بقول لك انا ليه بقول لك الكلام المحبط ده دلوقتي؟ انا ما حدش قال لي الكلام ده غير في الاخر خالص، عشان ما تعتمدش على المفاهيم ابدا. برضه احقاقا للحق المفاهيم كانت مفيده جدا في مواد زي الجيولوجيا حرفيا المفاهيم يعتبر ما كانتش سايبه نقطه فيها. عايز اوصله له ذاكر طول السنه كانك مش معاك مفاهيم، فتره المراجعه خلي تركيزك كله كان انت بتذاكر بمفاهيم بس. حل مشكله المفاهيم دي اللي انت لازم تعمله ان انت تصور مفاهيم كل ماده وتخليها عندك، تسمع شرح الدرس وتذاكره وتعمل كل حاجه وانت قاعد بتحل. لو وقف معاك مساله ما تجيبهاش من الكتاب، لو وقف معاك قانون او ناسي قانون او حاجه ما تجيبوش من الكتاب وهاته من ورق المفاهيم اللي انت صورته عشان تتعود تطلع الحاجه بسرعه. لما تذاكر كل درس ادخل شوف الدرس ده في كتاب المفاهيم او في ورقه المفاهيم اللي معاك، شوف الدرس ده موجود اصلا ولا لا، ولو مش موجود شوف القوانين اللي موجوده في الدرس واكتبها في ظهر الورقه بتاعه المفاهيم اللي انت مصورها. وفي اخر السنه قبل الامتحانات ابقى ارجع اقرا الحاجات اللي انت مزودها مش اللي هتكون معاك جوه. دي اتقالت لي في فتره المراجعه من المدرسين، انا بقولها لك دلوقتي وانت في اول السنه، يعني هيكون معاك وقت اكتر ان موضوع المفاهيم ده ما يبقاش مشكله معاك ابدا. اخير لازم اجاوب عليه، طب هي فعلا في حاجات ما احفظهاش واعتمد فيها على المفاهيم؟ ايوه فعلا، يعني مثلا زي السلم الجيولوجي في الجيولوجيا ده ما بيتذاكرش، ده ما بيتحفظش، ده هو بيتذاكر طبعا، لازم تذاكر وتفهمه كويس لان في نقاط مهمه بتربط بيها ما بين الابواب وبعضها او الدروس ببعضها، لكن كحفظ انت ما بتحفظوش لانه بيبقى معاك جوه وبعدها تقعد تحفظ تواريخ وحاجات زي دي. ده ابدا تعتمد عليه بس في ان يبقى معاك ورقه المفاهيم جوه. حاجه زي قوانين الفيزياء ومعادلات الكيمياء دي حاجات ما فيهاش ان انت ما تحفظهاش، دي لازم تحفظها وتكون فاهمها. ولو لا قدر الله نسيتها وانت في الامتحان بسبب التوتر، بسبب ان انت مش فاكرها، بسبب اي حاجه، عادي معاك ورقه المفاهيم ساعتها تدور في الحاله دي ساعتها تدور، لكن ما تكونش معتمد اصلا ان انت معاك ورقه المفاهيم. ده 50 مره وهرجع اقولها تاني،
الوقت جوه الامتحان هو كان المشكله اللي اكبر من الامتحان نفسه. اخر حاجه عايز اتكلم عنها واقولها ليك، لو انت جوه الامتحان وورقه المفاهيم اتاخرت عليك ما تكسبش ان انت تطالب بيها عشان ده حقك. حاولوا ياخدوها منك قبل ما الوقت يخلص، ما تكسبش ان انت ترفض عشان ده برضه حقك. ما تدوش ليك ورقه التصحيح الاخطاء بتاعه الكيمياء اللي انا متاكد ان انت مش هتستخدمها، برضه طالب بيها لان ده حقك. ما تدوش ليك الكام ورقه الزياده بتوع الالماني، برضه طالب بيهم لان دول حقك. انا خدتهم ودفعتي كلها خدتهم والدفعه اللي قبلي خدتهم، فانت بتظلم نفسك. وصدقني هيبقى في ناس في مدارس ثانيه خدوها. انا واحد كنت عامل حسابي ان انا استحاله اعتمد على ورقه المفاهيم دي في اي حاجه ولا افتحها اصلا. ورقه المفاهيم دي فادتني في حاجات كتير، من ضمنها الجيولوجيا والاحياء خصوصا. كده اي وقت هيبقى فايض معاك زياده جوه اللجنه ما ترددش ان انت ترجع تراجع كل اجابه تدور عليها من ورقه المفاهيم. صدقني انا غيرت حاجات كتير جدا كنت مجاوبها بسبب ورقه المفاهيم. اخر بقى عايز اقول حاجه، انسى كل النصائح اللي انا قلتها في الفيديو ده او قلتها في اي فيديو تاني او اي حد قالها لك قبل كده. لو عايز بجد حاجه في الثانويه العامه تفرق معاك، مش النصائح اللي انت بتسمعها ولا الاجتهاد اللي انت بتجتهده ولا المذاكره دي كلها، الموضوع في الاول والاخر بجد هو توفيق من ربنا. بقول لك ما تذاكرش وما تعملش اللي عليك، عكس تماما. انا بقول لك كده بس بجانب كده انك لازم تقرب من ربنا جدا في الثانويه العامه. صدقني لو ربنا وفقك انت مش هتحتاج النصائح دي اصلا، لان انت هتلاقي نفسك ماشي بيها من غير ما حد يقولها لك او من غير ما انت تقصد. الحديث بتاع ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. هو ده الليفل اللي انا عايز اوصله لك بجد. مقوله كنت كاتبها على الحيطه من مستر خالد صقر: فجهد بكد كأن لم يخلق التوفيق، من بعد فدعاء لتوفيق كأن لم يخلق الجهد.